كارثة محتملة بعد انتشار الرائحة الكريهة. البحوث الفلكية ترد على انشقاق طبقات الأرض، ريحة مجاري وغاز في الجو. أهلا بكم. انتشر هذا التعليق بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين، وتزامن هذا مع ضرب العاصفة دانيال، والتي كان من المتوقع قبلها زلزال المغرب، ولذلك تسبب هذا الأمر بالكثير من الخوف والرعب عند الكثير من المصريين. وبعد انتشار بوست الروائح الكريهة التي تشبه رائحة الغاز ومياه الصرف الصحي، ظهر على السوشيال ميديا بوست آخر يحذر من كارثة قد تحدث في مصر، وأن هذه الروائح تعد بمثابة تحذير من الطبيعة للمواطنين، وأنه يجب علينا أن نتوخى الحذر حتى لا يحدث لنا أي خسائر في الممتلكات أو الأرواح، كما حدث في دولتي ليبيا والمغرب الشقيقتين. فانتشر بوست يقول أن الرائحة التي انتشرت في القاهرة والجيزة في مصر ليست علامة جيدة. هذه الروائح عادة ما تسبق تغيرات كارثية، ويمكن أن تكون تغيرات تحدث الآن في الطبقات المحيطة في هذه المناطق. ربنا يستر على الجميع. ورد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هذا الكلام المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي والتي تحذر من كارثة مستدلا على انتشار روائح كريهة في السماء، قائلا أن المرجو من تلك الإشاعات والتي يتوقع بقدوم كارثة كلام عاري تماما من الصحة، وأن الحسابات التي نشرت بتوقع قدوم كوارث أصحابها يقومون بنشر الكثير من الإشاعات بدون الاستناد إلى أي دليل علمي يؤكد صحة حديثهم. وأكد أن أصحاب هؤلاء التوقعات الذين تنبأوا بحدوث كارثة في مصر لا يهدفون إلا إثارة خوف وهلع المصريين، وأن المعهد يقوم برصد مناطق وطبقات الأرض داخل الدولة المصرية رصد لحظي، ولا يوجد ما يستدعي أي قلق. وعلى جانب آخر، كشف الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة لشؤون المناخ عن سر انتشار رائحة شبيهة برائحة الغاز والمجاري في بعض المدن، حيث قال الدكتور فهيم أن ذلك بسبب منخفض جوي سطحي يجذب داخله التيارات من الجوانب ويركزها في الوسط، مبينا أن هذه الرائحة ناتجة عن جذب دخان المصانع وأتربة وغيرها، وهي أقرب لرائحة الكبريت. وطمأن الدكتور فهيم المواطنين بأنه لا ضرر ولا خوف من هذه الرائحة، قائلا مفيش ضرر. أيام السحابة السوداء الأتربة وأدخنة المنخفضات تصحبها روائح غريبة ربما يشعر البعض بأن أعينهم بها ألم، موضحا أن الظروف المناخية في مصر حاليا إحدى تداعيات المنخفض السطحي الذي يسحب من الأطراف الأدخنة وينتج عنها رائحة غريبة.